نشاط بدني قد يبكر الشيخوخة، فعدم استخدام الإنسان لعضلاته قد يؤدي إلى إضعافها. وتزيد أهمية ممارسة الرياضة كلما تقدم الإنسان في العمر، إذ أن ممارسة كبار السن للرياضة يؤخر شيخوختهم. في دراسة أمريكية استمرت 3 سنوات راقب الباحثون 1500 شخص تتعدى أعمارهم 65 عاما. قام الخبراء بحث الكبار في السن على ممارسة النشاط البدني، وتبين أن مدة 150 دقيقة من الرياضة في الأسبوع تضمن لهذه الفئة العمرية النشاط والقدرة على الحركة دون مساعدة. وبحسب الخبراء يجب البدء بممارسة الرياضة لمدة 5 دقائق يوميا والوصول تدريجيا إلى 20 دقيقة يوميا. ومن المهم أن تكون البداية بطيئة لكي لا يصاب الشخص بأي أعراض جانبية. بالإضافة إلى ذلك تبين في نتائج الدراسة أن الأشخاص الذين يمارسون النشاط البدني لم يفقدوا قدرتهم على الحركة بنسبة 20% مقارنة بالذين لم يمارسوا الرياضة. أما النشاطات التي ينصح الخبراء بممارستها فهي المشي السريع والتمارين الرياضية المائية، كما تعد الأشغال المنزلية من الرياضات التي يمكن على كبار السن القيام بها. آسيا صفي الدين، العربية.